في مرار طافح منتشر في المجتمع عمال يقول اتطلقي منه، اخلعيه، عيشي حياتك، انفدي بجلدك، ارمي له العيال. شفت فلانة لما اتطلقت وردت فيها الروح وصغرت يجي 20 سنة؟ ضحكوا عليكي وقالولك القواضي والمحاكم هتخليه يجيلك راقع ومجاش، وضحكوا عليكي تاني وقالولك هنجوزك سيد سيدو ومحدش عبرك. ضحكوا عليكي وخربوا بيتك وعيشوكي محرومة من الأمان والسند وحرضوكي على أبو عيالك. ضحكوا عليكي وضيعوا ولادك ودخلوهم المحاكم وحافظوا هم على بيوتهم وأزواجهم وربوا عيالهم وخدوك درس وعبرة ليهم. ده كان مستحيل يحصل في حياتك لو ما كنتش سمحت لحد يتدخل فيها، لو ما كنتش خرجت أسرار بيتك وخليتيها مشاعل اللي يسوى واللي ما يسواش. هم ضحكوا عليكي وكل واحد فيهم انشغل في حياته ومحدش بقى فضيلك، وشلت الليلة لوحدك وبقيتي ملطشة الدنيا، بس كل ده كان بمزاجك، محدش اجبرك عليه، فطبيعي تتحملي عواقب تصرفاتك لوحدك. هو خراب البيوت بالسهل كده؟ هو معنى الزواج ان ربنا شرعه علشان نعمر بيه الارض وكل نفس تسكن لشريك حياتها؟ بقى الموضوع هين كده على الناس ومستهزئين بيه؟ ده ربنا وصفه في كتابه الكريم بأنه ميثاقا غليظا. جواز الأيام دي عند بعض الناس ما بقاش ليه قيمة والناس بتستهان بيه، لدرجة إن بعض الناس تقول لك هنجرب، ممكن تكمل وممكن تفشل، نغيرها في أي وقت، وممكن نصحى الصبح واحد فينا يقول لك مش لاعب، أو اللعب ده مش عاجبني. فين المسؤولية؟ فين القوامة؟ فين صوت العقل؟ يا ناس الجواز والطلاق ده مش لعبة، الطلاق ربنا شرعه بشروط، وضروري الرجوع لأهل الذكر وحكماء العيلة والناس اللي بتفهم في اتخاذ القرار. مش كل مشكلة هتقابل الأزواج هيتطلقوا على طول، مع العلم إن في طبعا حالات الطلاق فيها هو ده الحل الأمثل، لكن كل بيت ربنا يعلم بحاله، في أزواج مفترية أو حصل خيانة أو قهر أو ظلم، وبرضه في ستات مفتريين ونكديين وشكاكين. طبعا مش هنعمم، ولا ينفع ناخد حالة ونطبق الحل بتاعها على غيرها، لأن في بيوت أصحابها متدمرين نفسيا من سوء المعاملة بتاعت الطرف التاني. محتاجين نحكم صوت العقل ونسأل ناس متخصصة بتفهم في الموضوع ده، ونحافظ على الأمانة اللي معانا ونسأل نفسنا احنا بنعمل اللي علينا ولا لا؟ هل كل زوج وزوجة بتحافظ على حقوق الطرف التاني ولا لا؟ ولو في أولاد هل احنا محافظين على حقهم انهم يتربوا في بيت متزن في احترام بين الأب والأم؟ ونصيحة ليك، حافظ على زوجتك وافهم احتياجاتها، هي بنت ناس كانت متهنية في بيت أهلها قبل ما تدخل